النهاردة بقى قررنا ان احنا ندلع الكفتة شوية، يعني احنا بقى يعني مش مدينها حقها. فقلنا ان احنا نجيبها ونعمل لها صوص خطير، هتطلع معانا في حتة تانية خالص، هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد. تنفع في العزومات كطبق كده شكله شيك جدا على السفرة. تنفع كمان لما نيجي نغير في الاكل بتاعنا. شايفين بقى بنقدمها مع رز ابيض في منتهى الجمال وطعم في حتة تانية خالص، هشة جدا من جوه، ما كشتش مننا، ما فرولتش مننا. هقولك على كل التفاصيل دي في الفيديو، تابع معايا الفيديو للاخر. وقبل اي حاجه ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وكومنت حلو كده زيك واشتراك للقناه. ويلا نشوف الطريقه. هنحتاج نص كيلو من اللحمه المفرومه. هنحط معاها نص حزم من البقدونس، هنقصقصه كده ونحطه معاها، ما نكترش منه عشان ما يمررش. ربع كوبايه من البقسماط الناعم العادي، لو عندك عيش فينو ممكن يعني تفرميه وتحطي. هنحط فلفل اسود، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وده كيس من بهارات او خلطه اللحمه المفرومه، ممكن نستغنى عنه وتحطي 7 بهارات عادي خالص والتوابل بتاعتك. هنحط بقى الملح مش كتير لان الخلطة دي بيبقى فيها ملح، يعني معلقة صغيرة من الملح. هنقلب كده شوية عشان بس ادخل البقسماط والتوابل كده مع الكفتة. بعد كده هنجيب بقى بصلاية نكون بشرينها كويس ومصفيين المية بتاعتها. هنجيب بصلة كبيرة ون... وناخد بس هناخد التفل بتاعها بس، يعني المية بتاعتها هنركنها وهنحتاجها برضو دلوقتي. يبقى دي بصلاية صفيناها وهناخد المية نعينها هنستخدمها في حاجة تانية. وهنبدأ بقى ان احنا نعجنها كويس زي ما انتم شايفين كده. برضو محتاجتش ان انا ادعكها قوي زي ما بنعمل الكفتة الحياتي دي، مختلفة خالص. بس ان انا بدخل كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين كده اهو. وخلاص هنبدأ بقى نجيب الكور كده، ناخد كورة كورة كده ونبدأ ان احنا نكورها. بس انا هنا حبيت بقى ان انا برضو اخدمها شوية، فجبت جبنة موتزاريلا، وهبدأ اجيب الكور احط فيها قطعة كده من الجبنة الموتزاريلا واقفل عليها كويس واكورها. عايزة اقولك بقى الطعم هيبقى في حتة تانية خالص. كمان كل اللي هيجي ياكل هيلاقيها بتمط منه كده، بصي رهيبة حلوة قوي. وعملنا كور منها كده اهو. هناخد واحدة كمان، هنبدأ ان احنا برضو نكورها، وناخد قطعة من الجبنة الموتزاريلا نحطها فيها، وهنقفل عليها كويس عشان ما تسحش مننا تخرج بره. يعني هنقفلها كويس ونحاول ان احنا نظبط الكور ان هما يكونوا قد بعض، ما تكونش كرة كبيرة وكرة صغيرة. وبرضو لو حصل منك عادي مفيش مشكلة، كده كده كله بيتاكل يعني. خلصنا الكمية بتاعتنا، وطاسة بقى على النار، وهنحط معلقة من الزيت مش كتير، يعني معلقة اهو، حوالي معلقتين من الزيت. وهنبدأ نجيب بقى الكفتة بتاعتنا، هننزل بيها كده على الزيت. تمام. هننزل بالكمية طبعا كلها بتاعتنا، وهنشوحها بقى. يعني هنفضل بقى ايه، اول ما تاخد لون من تحت هنبدأ ان احنا ايه نحركها كده عشان ما تتلسعش. لو بديها لون من كل الاتجاهات ونقعد نقلب فيها علشان تستوي من كل الجوانب، ما يبقاش في حتة مستوية وحتة مش مستوية. ولازم ننشفها كويس علشان ما تتهريش مني في الصلصة اللي احنا هنحطها فيها. وفي نفس الوقت بنقلب فيها كل شوية عشان ما تستويش من جنب وجنب لا اهو. يعني انا كده بجيبها بقى على جنبها شوية والجنب التاني شوية، وهكذا. انتي بقى يعني وانتي بتقلبي فيها هتفهمي ده. خلاص هي هنا احمرت معايا واستوت، هنبدأ بقى نطلعها من الزيت. وهنشتغل في نفس الطاسة على فكرة، يعني ما استهلكناش برضو مواعين كتير ولا اي حاجة خالص. طلعناها كلها، وفي نفس الطاسة هنزل ببصلاية متقطعة صغير. هنزل كمان بحوالي 4 فصوص من الثوم. الثوم عمال يقع مش عارفة فيه ايه اهو. وهنبدأ ان احنا نفرمه كويس، يعني 4 فصوص ثوم مفرومين بالظبط كده مع البصلاية. وهقلب فيهم بقى لحد ما البصلة بتاعتي يعني تدبل شوية. هبدأ انزل بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، الصلصة اللي هي في العلب دي، هناخد منها معلقة او معلقتين. وهقلبها مع البصل والثوم بعد طبعا ما شوحنا الثوم والبصل الاول. لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وكومنت حلوة كده زيك. ويلا ننزل بقى بعصير 3 أو 4 طماطمات ضربناهم في الخلاط كويس، ونزلنا على الخلطة اللي احنا عملناها دي. هتبلها بقى بشوية فلفل اسود وشوية ملح.
وهحط كمان نص كيس من المرقة الفورية او مرقة عادية. يعني ما عندكيش مرقة فورية ممكن تستخدمي مرقة عادية، وممكن تستغني عن الخطوة دي خالص. دوت بقى المية بتاعة البصل اللي انا قلت لكم، البصلاية هنصفيها ونسيب المية على جنب، هنحطها معاهم برضو بيدي طعم حلو قوي يعني بدل المية العادية. وهنسيبها تتسبك شوية على النار. هنا خلاص كانت اتسبكت معايا. هبدأ اضيف الكفتة بتاعتي ليها. هنضيف كل الكفتة، انا هنا عمالة احط واحدة واحدة مش عارفة ليه، لحد ما زهقت بقى وفضيتهم كلهم. بس كده هنديها غلوة مع بعض، يعني كله ياخد غلوة كده مع بعض، اللي بس الكفتة تشرب من الصوص بتاع الصلصة. وكده جاهزة معايا خلاص. احنا كده سويناها وجاهزة وزي الفل، لان اصلا الكفتة مستوية، هي بس تاخد غلوة معاها. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا او طبق التقديم، وهنبدأ ان احنا نقدمها. ممكن بقى تاكلوها بعيش، ممكن تاكلوها مع مكرونة، ممكن تاكلوها مع رز ابيض، رز بشعرية، رز بسمتي. دي طبعا بترجع ليكوا حسب الاذواق وحسب كل واحد بيحب ايه. بقت جاهزة معايا وزي الفل. شايفين بقى؟ ولا فكت ولا كشت ولا اي حاجة. على فكرة هي ما بتكشش بسبب معلقة البيكنج باودر اللي احنا بنحطه فيها ده بيخليها توصل للقوام اللي انت شايفاه ده. ما بتكشش معاكي خالص، وبتلاقيها نافخه كده وماسكه نفسها، بتبقى حلوه قوي. ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وكومنت حلو كده زي